ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ بما اننا بقالنا فتره عمالين نشوف ونسمع اخبار كتير على السوشيال ميديا عن فيلم احمد عز الجديد اللي المفترض ان هو هينزل السنه الجايه في صيف 2024، وبنسمع عن انضمام ابطال ونجوم كتيره في الفيلم ده، فقلت اطلع اتكلم معاكم شويه عن الفيلم ده واخر الاخبار اللي نزلت عنه وبرده قصه الفيلم. وهو طبعا فيلم فرقه الموت لاحمد عز ومنى شلبي. وبالمناسبه هو اسم الفيلم ده اتغير، هو كان في البدايه اسمه خط الصعيد وبعد كده اتغير الاسم لفرقه الموت. والفيلم ده مستوحى من قصه حقيقيه وهي قصه خط الصعيد، واحداث الفيلم ده بتدور ما بين فتره الاربعينات لحد بدايه فتره الخمسينات، واحمد عز بيعمل دور ضابط شرطه من الصعيد. احمد عز طبعا عمل دور ضابط شرطه كتير جدا قبل كده، ولكن دي اول مره احمد عز فيها يعمل دور او شخصيه راجل صعيدي بيكلفوه بمهمه ان هو يقبض على خط الصعيد. ومن هنا بقى احمد عز بيكون فرقه عشان يقدر هو والفرقه بتاعته ان هم يوصلوا او يقبضوا على محمد منصور اللي هو خط الصعيد، اللي هو في الفتره دي كان اشهر سفاح في مصر، وكمان شهره الراجل ده وصلت بره مصر كمان. واللي هيعمل دور خط الصعيد في الفيلم هو آسر ياسين. ولسه برضه امبارح نزل خبر بان الفنانه سماح انور هتنضم لابطال فيلم فرقه الموت وهتطلع بدور خط الصعيد. والفيلم ده هيبقى من تاليف صلاح الجاهين اللي قبل كده عمل مع احمد عز فيلم ولاد رزق الجزء الاول والجزء الثاني، وبرضه عمل معاه قبل كده فيلم الخليه. وهيكون من اخراج المخرج احمد علاء اللي عمل قبل كده فيلم الحفله، وهيكون من انتاج الممثل احمد فهمي وهاني نجيب. والفيلم هيكون من بطوله احمد عز ومنى شلبي وآسر ياسين وبيومي فؤاد وعصام عمر والفنانه سماح انور وامينه خليل والممثل خالد كمال. والفيلم المفروض ان هو هيتصور في شهر اكتوبر اللي احنا فيه دلوقتي. وبس كده، ده لحد دلوقتي اللي معروف عن تفاصيل الفيلم. وطبعا لو في اي اخبار تانية نزلت هبقى اطلع واتكلم عنها برضه، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.